إذا كان الله موجوداً ورحيماً، فلماذا يوجد كل هذا الظلم والشر في العالم؟ هذا سؤال عميق ومنطقي، كثير من الناس يسألونه. لكن فكر معي، هل وجود الشر يعني غياب الحكمة؟ لا أفهم، وضح لي أكثر. حسناً، تخيل طفلاً صغيراً مريضاً والطبيب يعطيه إبرة. الطفل يتألم ويبكي، لكنه لا يعلم أن هذا الألم فيه شفاء. نحن كالأطفال لا نعلم الحكمة الكاملة، لكن الله يعلم كل شيء. يعني أن الشر قد يكون فيه خير مخفي؟ نعم، أحيانا المصائب ترجع الإنسان إلى ربه وتطهر قلبه وتجعله أقرب إلى الحق. والدنيا ليست الجنة، الجنة وعدنا بها بعد الصبر والإيمان. لكن لازلت أشعر أن الحياة قاسية جدا. صحيح، فيها تعب، لكن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دار اختبار وليست دار راحة. من يصبر ويثبت يجازيه الله بالجنة، ومن يظلم لا يهرب من عدل الله. حتى إن لم يحاسب هنا فالحساب أمام الله مضمون. فهمتك. ربما كنت مخطئا حين أقيم كل شيء بنظرة محدودة. وهذا أول طريق الهداية، التواضع أمام خالقنا. هل تحب أن تبدأ رحلة جديدة أقربك من القرآن وأريك كيف ترتاح بإيمانك؟ بصراحة نعم، أريد أن أرتاح. كيف أبدأ؟ تبدأ بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وبعدها نبدأ نتعلم معا خطوة بخطوة.